لازم المرأة الجزائرية ما تحينش روحها، ما تضحيش، باسكو حنا نساء بمعنى عام مضحيات. تقول لك انا نضحي على جال ولادي يجوا من القرايه يسيبوني في الدار، على جال راجلي يجي من الخدمه عيان. بصح وانتيا وين راكي هنا؟ رانا في عصر السرعه، رانا في عصر انه المراه لازم تكون مع العصر تاعنا. لو كانت ديجا دوكا باش يجوا لصال دو سبور لازمها دي كابسول، لازمها شفرتين ابد تجي لك شغل حل صال دو سبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال بعض حكماء العرب: إياكم ونكاح 6 من النساء: الأنانة والمنانة والحنانة والحداقة والبراقة والشداقة. والشداقة هي كثيرة الكلام المتفاصحة التي تحسن تزيين الباطل في ثوب الحق، وتلبس الفتنة لباس الحكمة حتى يغتر بها من قل علمه وقصرت بصيرته. وهذا الوصف يكاد ينطبق على هذه المرأة المتكلمة التي تتجر بشعارات التحرر والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة والحداثة، حتى صارت تصور ما عظمه الله مهانة وما شرفه مذلة وما جعله سببا لصلاح المجتمع عائقا في طريق المرأة، والله المستعان. فمات صارت الأمومة التي تتربى في حجرها الأمم إهانة، وأصبح البيت الذي جعله سبحانه وتعالى سكنا ومودة ورحمة سجنا، وصارت تربية الأبناء وصناعة الرجال عملا حقيرا، بينما يمجد اللهث خلف الشهرة والإعجابات وكأنه أسمى مراتب النجاح. أي عقل يقبل أن يجعل ما رفعه الله وضيعا وما وضعه الناس عظيما؟ في عصر السرعة تبدلت الفطرة، أم أن الزمان نسخ قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقوله كذلك: وقرن في بيوتكن، وقوله كذلك: وليس الذكر كالأنثى. كلا، ولكنها أهواء تتزين بشعارات براقة، فإذا كشف عنها ظهرت أنها حرب على الإسلام والفطرة قبل أن تكون حربا على المرأة والأسرة. لقد جعل الله سبحانه وتعالى العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل لا تصادم، ورحمة لا صراع، وقوامة تقوم على المسؤولية لا على الاستبداد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فجعل رعاية البيت والأولاد ولاية وشرفا وأمانة، لا إهانة ولا انتقاصا منها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء أمراء عليهن. وقال الإمام الطبري رحمه الله: الرجل قيم على امرأته في تأديبها وتوجيهها والقيام على شأنها. فهذا هو فهم السلف الصالح، لا فهم المقلدين لكل فكرة وافدة. ثم نقول لأصحاب هذه الدعاوي: إذا اقتنعتم أن المرأة أن بيتها سجن وأمومتها عبء وزوجها كذلك خصم لها، فمن يربي لنا الأجيال، ومن يغرس فيهم العقيدة والأخلاق، ومن يصنع لنا الرجال؟ فهدم الأسرة لا يبدأ بمعول مباشرة، بل يبدأ بفكر مثل هذا. ونصيحتي لكل رجل مقبل على الزواج: فالزم وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واظفر بذات الدين تربت يداك. وأحذر من أمثال هذه المتكلمة صاحبة الفكر التي ترى الزوج منافسا والقوام ظلما والأمومة عارا والبيت سجنا، فإن مثل هذا الفكر لا يجلب إلا الخصومة، ولا يورث إلا الشقاق، ولا يبني بيتا، وإنما يهدمه من أساسه، لأنها مسترجلة، ولا يجتمع رجلان تحت سقف واحد.